السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إعداد حوالي نصف مليون شتلة لتنفيذ حملة التشجير في مديرية سنعفة. مدرسة حلايا الثانوية مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. دورة توعوية لأصحاب المرافق الخدمية في عصب. بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. واشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. إلى التفاصيل. تم الانتهاء من تجهيز حوالي نصف مليون شتلة للزراعة في مشاة الجوال وأنبا أخلا، وذلك لإنجاح حملة التشجير التي ستتم في خريف هذا العام في مديرية سنعفة. وأشار ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد يوهانس زكرياس إلى أنه تم تجهيز 30% من الأشجار المستوطنة و70% من الأشجار غير المستوطنة في المشتلين، موضحا بأنه سيتم شتلها في المنازل ودور العبادة والمدارس والمؤسسات الحكومية وغيرها، وكذلك في الأماكن الجرداء ومصبات المياه. من جانبها أوضح خبير الزراعي في مركز باخلاش للشتول الشاب نصر الدين عمر أن الشتلات التي تشتل سنويا على مستوى المديرية هي جزء من الجهود الوطنية لإعادة الغطاء النباتي إلى طبيعته، موصيا بإجراء العناية والرعاية المناسبة للشتلات التي تم إعدادها بدءا من زراعتها حتى المستوى المطلوب. من جانبه قال السيد تادسيت والبرهان من مركز أنباخلا للشتول بأنه يتم زراعة عشرات الآلاف من شتول الأشجار في المديرية من قبل السكان والجيش والطلاب في أماكن مختلفة من بداية شهر يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس من كل عام. وعلى الرغم من ذلك لم يتم تحقيق النتيجة المرجوة بسبب عدم توفير الرعاية والمتابعة المناسبة، مناديا لإجراء دراسة وتحضيرات أولية حول العناية بها وحراستها قبل الشروع في زراعتها. وتم في هذا العام تجهيز 13 نوعا مختلفا من الشتول في مراكز الشتول بالمديرية. خرجت مدرسة حلايا الفنية في 2 من يونيو 44 طالبا وطالبة من بينهم 18 طالبة بعد إكمالهم برنامجا تدريبيا استمر عامين في تخصصات صيانة الحاسوب وتركيب الشبكات وتشغيل المعادن، وذلك بمنحهم شهادات إتمام الدراسة. وأكد مدير المدرسة في حفلة تخريج الأستاذ أوغويل تخلاي أن الاستثمار الحكومي في التعليم الفني والتقني يساهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات الفنية اللازمة لدعم مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المدرسة تشهد تزايدا مستمرا في مشاركة الفتيات في مختلف التخصصات. وأوضح أن أعمال التوسعة الجارية في المدرسة تساهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، بما يلبي الطلب المتزايد على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. من جانبها أوضح المدير العام للتعليم والتدريب الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفايسيوم أن الوزارة تواصل تزويد المعاهد والمدارس الفنية بالمعدات التعليمية الحديثة، مبينا أن مدرسة حلايا تعد من المؤسسات التي استفادت بالفعل من هذه البرامج الهادفة إلى تطوير جودة التدريب ورفع كفاءة مخرجات التعليم الفني. وفي كلمة الخريجين أعربت ممثلة الخريجين عن تقدير الطلاب للجهود التي بذلها المعلمون والإداريون طوال فترة الدراسة، مؤكدة التزام الخريجين بتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة المجتمع والمساهمة في تنمية الوطن. وتشير مسجلات المدرسة إلى أنها خرجت منذ تأسيسها أكثر من 500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الفنية والمهنية. نظم قسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع فرع وزارة الصحة وإدارة مدينة عصب دورة توعوية استهدفت أصحاب العاملين في المرافق الخدمية في الأول من يوليو، وركزت على تطبيق قانون السياحة وأهمية تقديم المعلومات الصحيحة وضمان سلامة الغذاء. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة دكتور علي حالو أن الصحة تأتي في مقدمة الأولويات، داعيا مقدمي الخدمات إلى الالتزام بأعلى معايير النظافة في إعداد وتقديم الأغذية والمحافظة على نظافة المنشآت والمعدات إلى جانب التأكد من حصول جميع العاملين على الشهادات الصحية اللازمة.
من جانبه شدد مسؤول وحدة الصحة البيئية الشاب دانيال جبريهوت على أهمية التزام المؤسسات الخدمية بتوفير أغذية آمنة ونظيفة بما يضمن سلامة المستهلكين ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة. كما دعا المدير العام لقسم السياحة السيد عيسى أحمد وممثل إدارة مديرية عصب السيد برهان كيداني مقدمي الخدمات إلى تعزيز التعاون مع المختصين في القطاع الصحي والالتزام الكامل بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بما يساهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق رضا الزبائن. وأوصى المشاركون في الدورة بضرورة تنظيم برامج تدريبية وحملات توعوية مماثلة بصورة منتظمة لتعزيز الوعي والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع. وفي ختام الدورة تم تكريم عدد من المؤسسات النموذجية التي تميزت بتقديم خدمات ذات جودة عالية وذلك بمنحها شهادات تقديرية. اختتمت في 2 يوليو بمدينة كرن فعاليات برامج تعليم الكبار حيث أنهت أكثر من 100 امرأة دراستهن الأكاديمية من الصف الأول وحتى الصف الثالث في إطار الجهود الرامية لتعزيز فرص التعليم ومحو الأمية وتمكين المرأة. وأوضحت مدير إدارة ضاحية 06 السيدة صهينة اشتغلة أن برنامج تعليم الكبار ينفذ في المديرية للعام التاسع على التوالي، مؤكدة أن البرنامج حقق نتائج مشجعة وساهم في رفع المستوى التعليمي للمستفيدات بما يعزز دورهم في الأسرة والمجتمع. من جانبها أشاد منسق برنامج تعليم الكبار بمكتب التعليم في كرن الأستاذ إفريم نصراب بالدور الذي اطلعت به إدارة المديرية في إنجاح البرنامج، مثمنا تعاونها المستمر في توفير البيئة المناسبة لسير العملية التعليمية. كما دعا مسؤول متابعة الإدارات في كرن السيد بخيت قبطان بقية إدارة الضواحي للاستفادة من تجربة إدارة ضاحية 06 وتطبيق مبادرات مماثلة لما حققته من نتائج إيجابية. وفي ختام الحفل تم تكريم الأمهات المتفوقات بمنحهن جوائز تشجيعية تقديرا لتميزهن وإصرارهن على مواصلة التعليم. وفي سياق متصل شهدت مدينة كرن تخريج 511 شابا من بينهم 300 شابة بعد إكمالهم برامجا تدريبيا استمر ما بين 3 و6 أشهر. وشملت الدورات التدريبية مجالات متعددة من بينها الإسعافات الأولية والخياطة والرسم وتصفيف الشعر والتجميل واللغة الإشارة والكاراتيه والنجارة. وأكد مسؤول التنظيم في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية كرن الشاب بشير محمد أن تنمية قدرات الشباب وتمكينهم تمثل أحد المحاور الأساسية لبرامج الاتحاد. بدورها أوضحت مسؤولة المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيدة شاملة قبر كداني أن هذه البرنامج تتيح الشباب اكتساب مهارات مهنية متنوعة وفق احتياجات المجتمع، داعية الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في سوق العمل والإسهام في التنمية المحلية. عقد مدير مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم اجتماعا مع مدراء الضواحي ومسؤولي المكاتب الحكومية وأعضاء المجالس وممثلي الشعب بهدف تعزيز دور ومشاركة الشعب في حملات التنمية في المديرية. وأوضح السيد محمود أن الأنشطة الشاملة التي تنفذ من حين لآخر تساهم إيجابيا في تحسين سوء العيش السكان، وقال بأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم دون مشاركة واعية من المجتمع، داعيا لتعزيز التنظيم المجتمعي نظرا لأهمية ذلك في تحقيق برامج التنمية المخطط لها. وأشار السيد محمود إلى أن الوعي هو الأساس لكل شيء، مضيفا أن العمل على زيادة مشاركة المرأة المحدودة في مائدة التعليم مسؤولية كل مواطن بصفة عامة ومسؤولية الضواحي بصفة خاصة. وقدم المشاركون آراء تمحورت حول إيجاد حلول مستدامة لوضع إمدادات المياه وإصلاح المباني القديمة المخصصة للصحة والتعليم ومعالجة أوضاع الطرق وشبكات الاتصالات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت بوركينا فاسو إحباط هجمات إرهابية عدة في من مناطق من شرق البلاد والقضاء على أكثر من 400 إرهابي خلال مواجهة بين الجيش ومجموعة إرهابية مسلحة. تشير مصادر عدة إلى أنها مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. وربطت السلطات في بوركينا فاسو الهجمات الإرهابية المنسقة على التي استهدفت مواقع عسكرية بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا قبل أسبوع، واتهمت فرنسا مباشرة بدعم الإرهاب. ووصفت بوركينا فاسو ما تتعرض له بأنه مخطط مشؤوم الهدف منه هو أن يتصدر انعدام الأمن العناوين الرئيسية لوسائل إعلامها الكاذبة وفق نص البيان. وأعلنت قيادة الأركان أن الوحدات البرية المدعومة بالوسائط الجوية وردت بقوة على الفور
وبقوة وحزم على هذه الهجمات، مشيرة إلى أن الضربات الجوية والمعارك البرية حققت نتائج ملموسة، فقد أدت إلى تحييد أكثر من 400 إرهابي. تحذر وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 17 مليون شخص في 9 ولايات في شمال نيجيريا يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، حيث يدفع الصراع المطول وخفض المساعدات الأزمة إلى أسوأ مستوى لها منذ ما يقارب من عقد من الزمان. وبحسب أحدث تحليل للأمن الغذائي يجراه برنامج الأغذية العالمي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون جوعا حادا أو عاجلا أو كارثيا بنحو 2 مليون شخص مقارنة بالتوقعات السابقة. وأوضح البرنامج أن استمرار العنف إلى جانب محدودية الوصول إلى المساعدات ونقص التمويل يفاقم الأزمة الإنسانية في أكثر دولة إفريقية اكتظاظا بالسكان. وأفاد برنامج الأغذية العالمي أيضا بأن عدد المناطق التي يصعب الوصول إليها قد تضاعف، وأن طرق النقل تتعرض للتعطيل بشكل متكرر بسبب الهجمات ونقاط التفتيش غير القانونية. أعلنت واشنطن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل. وينص الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى على أن يتم تجديد صلاحياته في مهلة أقصى في الأول من يوليو لتمديده ل16 عاما. ومع رفض الولايات المتحدة التجديد، يمدد الاتفاق عاما تلو الآخر مع خضوعه لمراجعة سنوية ما لم تعلن أحد الدول الأعضاء انسحابها رسميا منه. وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتي بالأهداف المرجوة، غير أن البيت الأبيض ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين. تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفلبيني فرناندو ماركوس الابن بتعزيز العلاقات التجارية ومجالات الطاقة والأمن في وقت تعمل فيه كندا على تنويع اقتصادها خارج الولايات المتحدة وتعميق انخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعهد الزعيمان بالسعي لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كندا والفلبين وتعميق التعاون الدفاعي والبحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المدعومة بالجالية الفلبينية في كندا والتي يبلغ قوامها 1,000,000 نسمة. ووضع كارني هدف لكندا بمضاعفة صادراتها غير المتجهة إلى الولايات المتحدة في العقد المقبل، قائلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية تسبب في ركود الاستثمار. تذكير بأهم وأبرز العناوين مرة أخرى. إعداد حوالي 500,000 شتلة لتنفيذ حملة التشجير في مديرية صنعاء. مدرسة حلايا الفنية تخرج 44 طالبا بعد عامين من التدريب المهني. دورة توعوية لأصحاب المرافق الخدمية في عصب. بوركينا فاسو تعلن القضاء على أكثر من 400 إرهابي. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة النطاق في شمال نيجيريا. واشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. وصلنا إلى ختام النشرة، وإلى اللقاء.